السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد من قناة ام سلمى للطبخ والحلويات. هعمل لكم النهاردة طريقة عمل البيتزا بطريقة جديدة غير اللي احنا متعودين عليها، والولاد هيحبوها وطعمها في منتهى الجمال. انا عندي المكونات: كيلو دقيق، رشة ملح، معلقة كبيرة سكر، 3 معالق كبيرة لبن بودرة، 6 معالق كبيرة مايونيز، ومعايا معلقة كبيرة خميرة او باكو خميره، كوبايه زبادي كبيره، وعندي معلقه كبيره بيكنج باودر. هحتاج ربع كوبايه ميه عليها معلقه الخميره ومعلقه السكر. عشان ايه؟ اختبر الخميره اشوفها شغاله معايا ولا لا. انا حطيت الخميره والسكر في ربع كوبايه ميه عشان اختبر الخميره. وبعد كده هحط بقية المكونات على الدقيق قبل العجن. هحط الخميرة الفورية والسكر مع بعض عشان اختبرهم، عشان العجن. طبعا لازم الاول اختبر الخميرة وهغطيها. بعد كده عندي الملح والثلاث معالق لبن بودر، هحطهم على الدقيق، ومعلقة البيكنج باودر. بعد كده هحط الزبادي، كوباية الزبادي الكبيرة، أو 3 علب من اللي هما 120 جرام. وهقلب المكونات ديت الأول معايا اللي هي الجافة، وبعد كده إيه هبدأ في الزبادي والمايونيز. وهو ده سر إن العجينة بتطلع معايا طرية وهشة وجميلة جدا. بس بعد كده أنا هحط الزبادي، كوباية الزبادي، و والست معالق مايونيز. وبعد كده هحط لهم المية، لازم طبعا تكون دافية عشان الخميرة تشتغل معايا وتخلي العجينة تخمر. بس وفي أثناء ما أنا بعجن بشغل الفرن لمدة 5 دقايق وبطفيها، وبعد كده بغطي العجينة وبسيبها تخمر. أنا هنا بقلب الدقيق مع المايونيز مع الزبادي لغاية العجينة ما تلم. بعد كده هحط الخميرة وهفضل اقلب فيها، وبعد كده احط المية حبة حبة عشان خاطر ايه اشوف العجينة هتحتاج معايا مية تاني ولا لا. بس وبعد كده هون بغطيها وبحطها في مكان دافي. عندي الحشو بقى: طماطم مقطعة مكعبات، وفلفل، وعندي جبنة موتزاريلا، وجبنة رومي، وزيتون مخلي، وعندي صلصة أنا عاملاها بفصين توم، وحط لها خل، وحط لها عصير الطماطم. وبعد ما تغلي وتتقل معايا هحط عليها معلقتين صلصة جاهزة ومعلقتين كاتشب. بس هنا بقى العجينة خمرت معايا، بصوا الحجم اتضاعف ازاي. بس بعد كده بمسكها اكورها اكبر من البيضة كده بشوية. انا هنا بطلع منها الهواء، وهحطها في صينية وهقطعها. وبعد كده لما اخلص العجينة خالص هبدأ بقى من اول عجينة انا كورتها، هبدأ ان انا ايه احشيها. دي غير اللي احنا بنعملها طبعا في صينية كبيرة وتبقى العجينة مفرودة وعليها المكونات. دي انا بكورها كده وبعد كده بفردها وبحشيها. بس وهكورها وارجع لكم تاني. بعد كده انا عندي هنا بقى الصينية دهنتها سمنة، وهبدأ بقى في اول عجينة انا بدأت فيها. هحط على الرخامة رشة ملح، واجيب وحدة العجينة هفردها بايدي. وبعد كده هو انا هحط فيها الصلصة، وعليها بقى اي مكونات انت محتاجاها اللي ولادك بيحبوه. عايزة تحشيها بانيه، عايزة تحشيها لحمة، عايزة تحشيها شاورما، اللي انتوا عايزينه واللي انتوا تحبوه ولادكم يحبوه. بس انا هنا بفرد الصلصة
على العجينة، بس ما اجيبهاش على الطروف عشان نقدر ان انا ايه المها، مش هخليها مفرودة. انا برضو هرجع ان انا اكورها تاني بالحشوة واحطها في الصينية بس. وما تنسونيش بقى يا جماعة تكتبوا لي في التعليقات وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك. بعد ما احطها في الفرن، اول ما الوش يحمر كده معايا، هخرجها من الفرن واحط لها على الوش الجبنه الموتزاريلا والرومي عشان تمط معايا، واحط العجينه في الفرن لمده 5 دقايق عشان الجبنه تسيح بس. وبعد كده هخرجها تاني اول ما الجبنه تسيح بس. وادي الشكل معايا هنا. انا عملت جزء حادق وجزء حلو، حطيت شوكولاته عشان يعني نوع حادق ونوع حلو للولاد بس. وبصوا معايا اهي العجينه بعد ما طلعت، البيتزا معايا بعد ما طلعت اهي. بصوا شكلها حلو ازاي. وادي الجبنه بتمط اهي برضو معايا. هي السر ان انت تحطي البيتزا الاول، ما تحطيش الجبنه، تخرجي العجينه بعد ما الوش يحمر وتروحي رشه الجبنه. وادي البيتزا ام شوكولاته معايا اهي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو جديد من قناه ام سلمى للطبخ والحلويات.